انت تعرف ان الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان كل ما زاد غباء الانسان كل ما زاد سعادته؟ طب ازاي دي؟ المعنى الادق للكلمة ان كل ما قل ادراك الشخص كل ما زادت سعادته، يعني كل ما زادت اللامبالاة عند الشخص زادت سعادته. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن معركة الاهتمام ضد اللامبالاة. هكلمك عن حالة غريبة جدا كتير من الأشخاص بيعيشوها. تخيل كده إن في شخص عنده فوبيا من ركوب الطيارة، شخص بيخاف من الطيارة. وتخيل معايا إن الشخص ده بدأ يفكر في خوفه من الطيارة. ليه أنا بخاف من الطيارة؟ وإزاي أتخلص من خوفي من الطيارة؟ وتخيل معايا انه تعمق في التفكير لحد ما فكر في خوفه من الطيارة نفسه، في الخوف نفسه، وقال خوفي من الطيارة ده ممكن يتسبب لي في امراض قوية جدا، وممكن حتى يتسبب لوفاتي. والكلام ده فعلا حقيقي، شدة الخوف ممكن تتسبب في وفاة الشخص. وبدأ الشخص ده يخاف من الخوف نفسه، من خوفه من الطيارة. وبكده الشخص ده دخل في الحلقة الجحيمية، اللي هي الدوامة الغير منتهية، اللي فيها بتخاف من خوفك من شيء معين. أو كنت مثلا من الناس اللي هي بتغضب على أي حاجة، وتبدأ تفكر في غضبك وتقول أنا ليه بغضب على أي حاجة بسرعة كده، وتبدأ تغضب من نفسك عشان انت بتغضب على أي حاجة وبسرعة. شفت بقى الدوامة دي؟ في ناس بتقلق عشان بتقلق من شيء معين، وناس بتحزن على نفسها عشان بتحزن من شيء معين. الناس بقى اللي بتعيش في الحلقة الجحيمية دي والدوامة دي، اتأكد انك انسان طبيعي جدا، وان اللي بتمر بيه ده شيء طبيعي جدا، لان دي من اكبر النعم اللي ربنا انعمها على الجنس البشري. المخلوق الوحيد اللي يقدر يفكر في افكاره هو الانسان، ودي نعمة عظيمة جدا. فلو كنت بتعيش في الدوامة دي فتأكد انك انسان بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والدليل على كده ان لما معظمنا بيدخل في الدوامات دي بيلاقي عالمنا ومحيطنا بتبعت له رسائل كتير تقول له حياتي افضل من حياتك. على سبيل المثال السوشيال ميديا، اللي بمجرد ما بتدخلها بتشوف كل الناس عايشين حياة سعيدة، وبتشوف كل الأشخاص اللي على السوشيال ميديا بيعرضوا لك بس الجانب المشرق من حياتهم. فتبدأ انت تلوم نفسك وتستحقر من ذاتك وتحس انك انسان فاشل، وتبدأ تدخل في دوامات حزن واكتئاب. ممكن انت ما تحسش بيها، بس بالتأكيد هي موجودة، وأثرها ده بينعكس على أفعالك، لأن المقارنات دايما بيكون أثرها سلبي على الشخص اللي بيقارن. تعال أقولك ليه. لأنك بتقارن أفضل ما لدى الشخص بأسوأ ما لديك، والمقارنة دي فاشلة وغير عادلة أبدا. انت بتقارن أفضل شيء بيعيشه الشخص مع أسوأ شيء بتعيشه انت. الناس زمان لما كانوا بيحزنوا كانوا بيدخلوا بنفس الدوامة دي، وبعد شوية يقولوا خلاص ويرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. فترة والحزن ده بيختفي، وفترة وبيخرج من الدوامة دي. لكن دلوقتي بقى لو قابلنا بعض المشاكل في حياتنا نبص على واقعنا نلاقي كل الناس ناجحة، وكل الناس سعيدة، وكل الناس حققت إنجازات، وكل الناس بقت أغنية. فنبدأ نلوم نفسنا وندخل بقى في الدوامة والحلقات الجحيمية دي وما نطلعش منها أبدا. فنحس بالسوء عشان بنحس بالسوء، ونحس بالذنب عشان بنحس بالذنب، ونغضب عشان احنا غضبانين، ونقلق عشان احنا بنقلق. طب والحل ايه؟ تصالح مع نفسك وواقعك. لازم تعترف بان الحياة فيها الازدواجية دي. الحياة مش مثالية ومش سعيدة ومش ناجحة في كل الأوقات. الحياة فيها صعوبات، الحياة فيها جانب سلبي، الحياة فيها قلق، فيها حزن، وفيها خوف، وفيها شعور بالذنب وندم. واقعنا دلوقتي بدأ ينحاز نحو المثالية، حسسك انك لو شعرت بالقلق او الخوف او الحزن او الندم او الشعور بالذنب كأنك مرتكب جريمة، وكأنك مش المفروض ان انت تعيش المشاعر دي ابدا. الكلام ده غير واقعي تماما. الحياة فيها حلو ووحش، فيها ايجابية وفيها سلبية، سعادة وفيها حزن، فيها نجاح وفيها فشل.
وإنك تفرط نحو الإيجابية أو المثالية ده أثره خلي بالك هيكون سلبي عليك مش إيجابي. وإنك تهتم بشكل مفرط بشكل زايد عن اللزوم، تقول إنك لازم تنجح في المجال ده ولازم تحقق الإنجاز ده في المجال ده ودايما لازم تكون سعيد ولازم تكون إيجابي. الإفراط في الاهتمام بده بينعكس عليك بشكل سلبي. عشان كده انت محتاج في المواقف دي لفن اللامبالاة. محتاج تقعد مع نفسك وتتصالح مع نفسك وتراجع الأمور اللي موجودة في حياتك اللي انت عطيتها اهتمام أكتر من اللازم، وتخفف من الاهتمام ده وتتعامل معاها بفن اللامبالاة. فاوعى تكون متطرف نحو الإيجابية والمثالية، لأنه أمر غير صحي على الإطلاق. وخلي بالك انت ممكن في النقطة دي تفهمني غلط وتفتكر ان انا بقولك ان انت ما تكونش إيجابي أو ناجح، وانك ما تسعاش على تحقيق أهدافك وأحلامك، وتخليك إنسان سطحي جدا غير مهتم وتعيش حياتك سعيد. لا أبدا، أنا مش قصدي كده خالص. أنا هنا بقصد الحالات اللي بتعيش التطرف نحو المثالية والإيجابية. بتكلم عن الناس اللي بيهربوا من السلبية وبيهربوا من الذنب وبيهربوا من الفشل والتوتر والإحساس بالقلق والخوف. في ناس فعلا عايشة على كده، أنا هنا بقصد الحالات دي. وعادي لو انت حاولت في مجال معين وفشلت، عادي جدا اعترف بالفشل ده، لان في ناس بتحاول تتجنب الفشل ده. لا بالعكس، عادي عيشه عادي جدا. يعني لو فتحت مشروع اتأكد ان المشروع ده هيتعرض للفشل 9 مرات وللنجاح مرة، وده أمر طبيعي جدا خلال أول سنة من بداية أي مشروع. في ناس بتعتقد إنها فاشلة في حياتها المهنية عشان ما حصلتش على المنصب اللي هي عايزاه، بيعتقد إنه فاشل في الحياة عشان ما حصلش على وظيفة معينة، بيحس إنه فاشل عشان هو بائع أو عامل بسيط في مكان معين، بيستعر إنه هو عقيم ما بيخلفش، بيخاف ان الناس تعرف ده وبيعتقد انه ناقص عن باقي الاشخاص. فانت ليه بتحس بالمشاعر دي وتحس ان انت فيك عيب او نقص؟ بالعكس، الاشياء دي ما تنقصت من قدرك ابدا. وكون انك بتعيش الاشياء دي فده مش معناه خالص انك انسان فاشل. الايجابية الزايدة عن اللزوم، المثالية الزايدة عن اللزوم هي اللي اقنعتنا ان انت لما تكون عامل بسيط او موظف بسيط انك تكون انسان فاشل. هي اللي اقنعتنا ان الانسان اللي ما يكونش مليونير يبقى انسان فاشل. لا بالعكس. وفي المقابل ما تفهمش انك تتوقف عن السعي وراء الاشياء دي لو انت عايزها. لا بالعكس، اسعى وراها. ولكن تحقيق الاشياء دي اللي انت بتتمنى ان انت توصل لها محتاج منك انك تعيش الجانب السلبي المرافق لهذا النجاح. فكل ما له قيمة في الحياة يجرى كسبه من خلال التغلب على السلبية المرافقة له. يعني أي شيء قيم في الحياة بتقدر إنك تحصل عليه لما تهزم السلبيات المرافقة له وتتخطى كل الصعوبات اللي جاية معاه. وأي محاولة للهروب من الجانب السلبي أو تجنبه أو إسكاته مش هيكون ليها إلا أثر عكسي. تجنب المعاناة ليست إلا شكل من أشكال المعاناة. الخجل من إظهار شيء معين أو الخوف من إظهار حاجة أنت مكسوف إنك توريها للناس ليست إلا خجل بشكل آخر. لما تقول لنفسك أنا محتاج الحاجة دي هو اعتراف منك بفقدان الحاجة دي. يعني مثلا لما تقول أنا محتاج إن أنا أكون سعيد، ده معناه إنك بتعترف إنك إنسان حزين أو على الأقل مش سعيد، لأن في فرق، ممكن ما تكونش حزين بس ما تكونش سعيد عادي، في حالة في النص كده رمادية. ولما تقول لنفسك إنك محتاج تعمل كده عشان تكون جميل، ده في حد ذاته اعتراف منك إنك مش جميل. وفي النهاية اهتم للأشياء اللي تستحق منك الاهتمام. يعني ما تهتمش بصغائر الأمور، لأن ممكن تأثر عليك بشكل سلبي على نفسيتك وشعور سيء جدا، ويدخلك في الدوامة والحلقات الجحيمية اللي ربنا يكفيك شرها. وبس كده، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام.